السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في فيديو جديد على قناة بلبل فوت. أربع لاعبين شباب في قائمة منتخب تونس الموسعة قبل معسكر مارس. كما نعرف هو معسكر مارس تقريبا باش يكون نهار 28 إلى 29 31 مارس باش نخوضوا فيه زوز مباريات باش يكونوا تقريبا ضد كندا إن شاء الله. نهار 28 مارس 2026 باش تكون مباراة تونس ضد هايتي وباش تكون في كندا، ومباراة تونس ضد كندا باش تكون نهار 31 مارس 2026. اليوم باش نتعرفوا على الأربعة ملاعبية هذوما. الأخبار يجينا من موقع وين تحديدا الصحفي الموثوق نزيه الكرشاوي. نشوفوا مع بعضنا. في إطار تحضيرات الاستحقاقات المقبلة، واصل الإطار الفني لمنتخب تونس بقيادة صبري اللموشي توسيع دائرة الخيارات الفنية خلال إدراج 4 لاعبين شابين ضمن القائمة الموسعة الخاصة بمعسكر شهر مارس، وذلك حسب موقع بنوين. ويأتي هذا التوجه في سياق الرغبة في تقييم أكبر عدد ممكن من العناصر قبل الإعلان على القائمة النهائية، علما أن دخول القائمة الموسعة لا يعني بالضرورة ضمان الحضور القائمة الرسمية التي ستخوض المباريات القادمة. يعني الأربعة ملاعبية الشبان هذول باش يتم استدعائهم للقائمة الموسعة، وإذا يعني أقنعوا يعني في المعسكر اللي باش يخوض المنتخب التونسي إن شاء الله باش يتم إضافتهم للقائمة النهائية. اللاعب الأول هو اللاعب خليل العياري، عفوا ناس كل لاعب باريس سان جيرمان. الفريق الثاني يعد الجناح الأيسر خليل العياري من أبرز الأسماء الصاعدة في مركزه، حيث ينشط مع الفريق الثاني نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. اللاعب كان محل متابعة في فترات سابقة، ويأتي إدراجه مجددا ضمن القائمة الموسعة تأكيدا لاستمرار مراقبته وتطويره ومنحه فرصة إضافية لإثبات جاهزيته للانضمام إلى المنتخب الأول. حاجة باهية برشا. بما أنه خليل العياري توا يعني ولا عنده عقد ولا يلعب في بي اس جي، صحيح في الفريق الثاني مازالت عنده برشا خدمة، ولكن عنده الفرصة وأهم حاجة إنه يعني البوست اللي هو فيه يعني ما عندناش برشا ملاعبية في المنتخب التونسي، أو ما عندناش أصلا لاعبية يملوا العين في المنتخب التونسي في البوست هذيك، فعلاش لا حتى في القائمة النهائية مش حتى في القائمة الموسعة. اللاعب الثاني هو أمين الشيرني. كما ضمت القائمة أمين الشيرني المحترف في صفوف نادي غوتيزي التركي، والذي يشغل مركز الظهير الأيسر. الشيرني سبق أن دخل حسابات المنتخب في مناسبات سابقة، يقدم هذا الموسم مستويات مستقرة في الدوري التركي، ما جعله يعود إلى قائمة الاهتمام في مرحلة دقيقة تسبق الاستحقاقات الكبرى. أمين الشيرني قيمته التسويقية حاليا 2 مليون أورو، عمره 24 سنة، يلعب في الدوري التركي حاليا، لعب 21 مباراة، مسجل 4 أهداف، يلعب يعني ياخذ في التشكيلة الأساسية بنسبة 100%، ومشارك في 99% من دقائق اللعب المتاحة، ومشارك في 15% من أهداف فريق، وإحصائيات لا بأس بها، ينجم يدخل في القائمة الموازنة. اللاعب الثالث هو آدم عروس، لاعب قاسم باشا التركي. المدافع آدم عروس لاعب قاسم باشا التركي سجل بدوره حضوره ضمن القائمة الموسعة بعد عروض قوية في الدوري التركي، وينظر إليه كخيار دفاعي واعد بفضل صلابته البدنية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز في خط الخلفي، وهو ما يمنح الجهاز الفني مرونة إضافية في الاختيارات. تحقيقا نستحقوا برشا بالأخص في بوست دفاعية، خاطر فما برشا جويرات مناش باش نستدعوهم من المنتخب التونسي، كما مثلا ياسين مريال، لاعب صغير مازال صغير واعد، عمره 21 سنة، قيمة تسويقية لحد الآن 800 ألف أورو. وإن شاء الله كل التوفيق لآدم عبد. آخر لاعب معنا في القائمة هو سليم بوعسكر، روما ومنتخب تونس تحت 17 سنة. شهدت القائمة كذلك حضور الحارس الشاب سليم بوعسكر، حارس منتخب تونس تحت 17 سنة ونادي روما الإيطالي للفئة العمرية ذاتها. إدراج بوعسكر يعكس توجها واضحا نحو استشراف المستقبل ودمج المواهب الشابة مبكرا في أجواء المنتخب الأول، حتى وإن كان حضوره في هذه المرحلة يندرج أساسا ضمن المتابعة والتقييم. سليم بوعسكر يلعب مع روما تحت 17 سنة، ويلعب مع المنتخب التونسي كذلك تحت 17 سنة. حارس واعد جدا، كما نعرفوا أكثر بوست فيها مشكلة في المنتخب التونسي وهي البوست نتاع حراسة المرمى. يعني كما سامي الطرابلسي كما المدربين السابقين يهزولك 4 حراس وهم ما فيهمش حتى حارس، يعني حتى نص البيس الله غالب. إن شاء الله يتم تأهيل سليم بوعسكر، يعني في انتظار إنه
يكون موجود في القائمة النهائية للمنتخب التونسي، لِمَ لا لاعب واعد. لهنا نكون وصلنا لآخر الفيديو ونتقابل في فيديو قادم إن شاء الله، سلام.